وأمه نايمة على السرير مدبوحة وبطنها مفتوحة وأعضائها طالعة، حتى العضو التناسلي كان متشال مقطوع من مكانه. ولما دخلوا الأوضة اللي جنب أوضة أمه لقوا أخوه مقتول بنفس الطريقة. الناس لسه في صدمة، وفجأة صرخة تانية هزت المكان، كانت جاية من بيت قريب. أهل البلد جريوا على البيت التاني، وده كان بيت محمد عبد الوالي. بناته الاتنين كانوا نايمين في الدور التاني، ولما نزلوا الدور الأول لقوا أبوهم وأمهم مدبوحين بنفس الطريقة، نفس السيناريو المرعب، ذبح، بطنهم مفتوحة، أعضائهم التناسلية مختفية. الناس بدأت ترتجف، ولكن قبل ما حد يستوعب اللي بيحصل صرخة تانية طلعت من بيت تالت. الطفل الصغير اللي كان شايل شنطته ومتجه من بيت جدته لبيت أبوه، الأستاذ يحيى أحمد. وأول ما دخل البيت طلعت منه الصرخة اللي سمعها أهل البلد، وأهل البلد لقوا الأستاذ يحيى ومراته